خلينا في فيديو النهارده نتكلم على شخصية سولجر بوي وأصلها كمان من الكوميكس. الشخصية دي لأول مرة كده اتقدمت في سلسلة الكوميكس القصيرة تسمى هيرو جازم العدد الأول. المميز بقى في الشخصية دي إنها مش شخص واحد فقط، بل هي شخصية إرثية، يعني أكتر من بطل شال اسم سولجر بوي عبر التاريخ داخل عالم ذا بويز. وفي الحقيقة كان في 3 شخصيات مختلفة استخدمت اللقب ده قبل كده، وهنستعرض كمان كل القصص بتاعتهم في فيديو النهارده. لكن المرة دي بدل ما نبدأ من أول ظهور للشخصية، خلينا نبدأ من أصلها الحقيقي. بالنسبة هنا لسولجر بوي الأول، الكوميكس ما قدمش تفاصيل كتير عن بدايته، لكن المعروف إن كان واحد من أوائل البشر الخارقين في أمريكا، وعلى عكس الأجيال الجديدة من الأبطال هو أخد كومباوند في وهو كبير في السن، وعلشان كده تأثير المادة عليه كان أضعف بكتير من المعتاد، وبسبب ده قوته ما وصلتش لنفس مستوى الأبطال اللي وصلوا بعد كده. أول سولجر بوي تم إرساله مع مجموعة من الأبطال الخارقين، كان ضمن فريق يسمى فينجينج سكواد، وده تم إرساله لألمانيا اللي كانت تحت سيطرة النازيين وقت الحرب، وكان الفريق تحت قيادة العقيد مالوري اللي يعتبر من الشخصيات المهمة جدا في تاريخ السلسلة دي. طيب في الوقت ده بقى العقيد مالوري هنا اللي بقى بعد كده قائد فريق زوايز، كان ضمن الكتيبة السادسة في الفرقة المدرعة رقم 32. الكتيبة دي بقى كانت اتبعتت لمنطقة في جنوب ألمانيا، وكانوا فاكرين إن هي منطقة هادية جدا وكمان مليانة أمان، وعلشان خاطر ده يحصل في النهاية إن الجنود ترتاح وكمان يستعيدوا قوتهم وترتفع المعنويات بتاعتهم في الوقت ده. ولكن اللي ما كانش حد متخيل إنه معركة الثغرة هنا وقتها كانت على وشك إنها تبدأ. ولو مش متابع للتاريخ فالمعركة دي كانت هجوم مفاجئ عملته ألمانيا خلال الحرب العالمية التانية على مناطق في بلجيكا وكمان فرنسا، وتعتبر هنا من أعنف المعارك اللي خاضتها أمريكا في الجبهة الأوروبية خلال الحرب العالمية التانية. هنا بقى في الوقت ده بيتم إرسال فريق افنجنج سكواد للكتيبة دي، لأن المفروض إن هما بعيد عن أي معارك كبيرة، فالقادة العسكريين شافوا إن وجود فريق أبطال خارقين غير متجرب هناك مش هيعمل ضرر كبير. وأثناء التعارف ده ظهر شخصية سولجر بوي، ومعاه بطل خارق تاني كان عنده قوة رهيبة لدرجة إنه يقدر يرفع دبابة وزنها 36 طن من على الأرض. ورغم القوة دي القادة العسكريين ما كانوش مرتاحين لفكرة وجود مجموعة أبطال خارقين غير متدربين وسط الجيش ده، لأنهم ببساطة ما عندهمش خبرة في الحروب، لا في التكتيكات العسكرية ولا استخدام المعدات ولا حتى التخطيط الاستراتيجي. والمشكلة إن الفريق ده أثبت ده بسرعة جدا. بعد وقت قصير من وصولهم ارتكبوا غلطة كارثية لما بعتوا أكتر من بطل خارق للسماء علشان خاطر يستكشفوا المنطقة ويبحثوا كمان عن الألمان، وكل ده حصل من غير أي إذن أو تنسيق كمان مع القيادات العسكرية. فالنتيجة هنا الكشافة الألمان شافوهم فورا في الجو، وده كشف مكان الكتيبة بالكامل، وبسبب الخطأ ده الكتيبة تعرضت لكمين مفاجئ، والنهاية كانت مأساوية جدا. وهنا بقى تم قتل كل أفراد الكتيبة بشكل وحشي، كمان كل أفراد الفريق ماتوا بشكل وحشي جدا أثناء الهجوم ده. وفي النهاية مفضلش على قيد الحياة غير شخصين فقط، العقيد مالوري اللي كان في حالة صدمة كاملة من اللي حصل، وكمان سولجر بوي اللي كان بينازع علشان خاطر في النهاية يعيش. لكن مالوري قرر هنا انه يقتل سولجر بوي بنفسه، غالبا لانه اعتبره السبب الرئيسي في موت كل افراد الكتيبة دي. وبعدها تم اسر مالوري واتنقل لمعسكر اسر الحرب، وفضل هناك لحد نهاية الحرب. في سنة بقى 1950 ظهر فريق جديد، والفريق ده تحت مسمى مؤسسة مكافحة الجريمة. أول ما مالوري شاف الفريق ده لاحظ فورا إن هم نفس الفكرة القديمة بالظبط، أبطال خارقين جدد لكن مستخدمين نفس الأسماء والألقاب كمان القديمة. وهنا بقى كان في نسخة جديدة من شخصية سولجر بوي من الفريق، ولكن الغريب إن الكوميكس ما ذكرتش أي مغامرات أو أحداث مهمة حصلت مع النسخة دي. بعد سنين طويلة الشركة بتاعت فوت أعادت ترتيب الفريق وغيرت بعض الأعضاء وأطلقتهم من جديد باسم باي باك، والاسم ده كان واضح جدا انه مستوحي من فريق افنجرز في عالم الام سي يو او عالم مارفل. ومن ضمن الفريق الجديد ده ظهر كمان اصدار جديد من سولجر بوي، وفريق باي باك كان يعتبر تاني اقوى فريق ابطال خارقين في العالم، وده معناه ان سولجر بوي انه عضو فيه كان واحد من اعلى الابطال مكانه وشهرة في المجتمع وقتها. اما بالنسبة للنسخة الثالثة من سولجر بوي فأول ظهور ليها كان في سلسلة قصيرة من هيرو جازم واللي ذكرناها قبل كده، وهيرو جازم كان يعتبر حدث ضخم جدا. مجموعة من أشهر الأبطال الخارقين كانوا بيروحوا حفلة خاصة على جزيرة معزولة مليانة فساد وانحراف،
ايوه ممكن برضه دي تكون دي الجزيره اللي جت في دماغك بالظبط في العالم الواقعي، واكيد طبعا انت فاهم انا بتكلم عن ايه. فالمهم هنا قدام الناس كانوا بيقولوا ان هم في مهمه فضائيه لمحاربه كائنات فضائيه خطيره، وهناك بنقابل سولجر بوي جديد، شاب متحمس جدا وعاوز يرفع مكانته باي طريقه، وكان حلمه الاكبر انه ينضم لفريق 7، اقوى واشهر فريق ابطال خارقين في العالم. لكن بسبب السذاجه بتاعته تم التلاعب بيه بشكل مهين جدا. فشفناه هنا وهو بيتخدع من هوملاندر اللي اقنعه ان لو نفذ طلب معين هيسمح ليه بالانضمام للفريق، وطبعا ده ما حصلش ابدا. وفي النهايه فريق باي باك رجع لظهوره مره تانية في الاعداد 32 ل 34 من الكوميكس. وهنا بقى فريق ذا بويز بيلاقوا نفسهم مستهدفين في فخ اللي عملوا ليهم فريق باي باك. في الكوميكس كمان هنا المفروض شخصية كيميكو معروفة فقط باسم ذا فيميل اوف ذا سبيشيز، وهي تعرضت لخدعة من ستورم فرونت اللي يعتبر بدون نقاش تاني أقوى بطل خارق في عالم ذا بويز بعد هوملاندر. ذا فيميل هنا اتضربت بشكل عنيف جدا واتسابت كأنها ماتت، ولكن فرنش قدر ينقذها وكمان خدها لأقرب مستشفى. المفاجأة بقى هنا إن المستشفى نفسها كانت جزء من الخطة أصلا. كل ده كان فخ كبير علشان خاطر يجذب باقي أعضاء ذا بويز لمكان واحد ويهاجمهم فريق بيباك بالكامل. وهنا بقى بيبدأ الاشتباك الكبير بين ذا بويز وكمان بي باك اللي كان فيه سولجر بوي وكمان ستورم فرونت ويمكن كمان مايند درويد وغيره من بقية الشخصيات. المعركة دي كانت دموية جدا، لكن واضح ان ذا بويز عندهم خبرة قتالية اكبر بكتير. وفي لحظة كده حاول سولجر بوي يواجه بوتشر واحد ضد واحد، ولكن هنا بسبب السذاجة بتاعته كان فاكر هنا ان بوتشر هيلعب بشرف والتزم كمان بالقواعد، وده كان اكبر غلط. لان بوتشر حرفيا ببساطه كده هجم عليه وعض كمان مناخيره وقطعه. وكمان الحظ بتاع بيباك يمكن يكون بقى سيء اكتر لما بوتشر رمى زجاجه في عيون السيرموفروند، فاضطر هنا يهرب من ساحه المعركه. ومجرد هنا خروج اقوى عضو من القتال بوتشر امر باقي فريق ذا بويز بالانسحاب وقرر يواجه اعضاء فريق بيباك لوحده. بعد كده بدا يطاردهم واحد ورا التاني وكان بيستدرك كل عضو لمواجهه منفرده وبعد كده بيقتله. اخر واحد هنا قتله كان سولجر بوي، واحنا هنا ما شفناش بالظبط موته بشكل مباشر، لكن بعد كده ظهر ليه حفل هنا علني وكبير باعتباره بطل خارق سقط في المعركة. والمفارقة هنا ان واحد زي كابتن امريكا بيمثل الصورة المثالية اللي امريكا عاوزة تظهر بيها، سولجر بوي في الحقيقة بيمثل الصورة الأقرب لطبيعة البشر الحقيقية، شخصية مليانة تناقضات وغرور وضعف ومش البطل المثالي اللي الناس أصلا بتتخيله. فسولجر بوي في الكوميكس ما كانش مجرد نسخة ساخرة من كابتن أمريكا، بل كان رمز لفكرة أعمق بكتير، شخصية بتكشف لنا ازاي عالم الأبطال الخارقين في ذا بويز مبني على الكذب والتلاعب واستغلال الصورة العامة. ورغم انه مش من أكبر شخصيات هنا في الكوميكس، إلا ان وجوده في المسلسل فتح الباب لواحدة من أقوى الإضافات في السلسلة كلها. فالسؤال الحقيقي هنا، هل نسخة المسلسل قدرت تتفوق على أصلها في الكوميكس، ولا الكوميكس لسه محتفظ بأفضل نسخة من الشخصية؟ كالعادة بقى استنى رايكم في الكومنتات، وايه الشخصية اللي حابين نتكلم عنها بعد كده في عالم ذا ويز. لو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.